شايفين الجمال ده؟ السردين البلدي الأحمر الكهرمان اللي يفتح النفس. تفتكروا ده خد وقت قد ايه عشان يوصل للمرحلة دي؟ شهر؟ أسبوعين؟ لا خالص، 5 أيام بالظبط وتفتحي عليه وتلاقيه بالجمال والنظافة دي، وكمان بلون أحمر طبيعي 100% من غير ولا نقطة ألوان صناعية. والنهاردة هقول لكم على أسرار تخليل السردين السريع في البيت، وإزاي يطلع معاكي دايب وملحه مظبوط، وإيه السر اللي بيخليه ياخد اللون الورد التحفة ده بمكونات من مطبخك بس. والأهم من التخليل هو طريقة حفظه كمان، وأقول لكم إزاي تحفظوه ويفضل معاكم طازة وجميل لأطول فترة ممكنة. فيديو النهاردة دسم جدا وفيه كل التركات اللي تنجح معاك السردين من أول مرة إن شاء الله. كملوا الفيديو للآخر عشان نجهز أحلى سردين لشم نسيمه طول السنة مع أم عبد الله أتهم أم عبد الله في البيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معايا كيلو من السردين، وأي نوع سردين متاح عندك في السوق تقدري تجيبيه وتستخدميه. بالنسبة لحجم سمكة السردين اللي هنستخدمها، تقدر تستخدمي أي حاجة مناسبة ليكي، بس الأفضل ما يكونش صغير أوي ويكون كبير شوية عشان بعد ما يتخلل تلاقي فيه لحم ويكون طري. واهم حاجة في كل ده ان السمكة تكون طازة، واحنا بنعرف انها طازة ومش بايتة بطرق كتير. نقدر نعرف من شكلها، وبتبقى السمكة بتلمع وماسكة نفسها وشكلها جميل زي كده، وكمان القشر بتاعها عليها زي ما هو مش مهرية، وعينيها وخياشيمها بتبقى حمرا وبتلمع. كل دي علامات تقدر تعرفي منها اذا كانت السمكة طازة ولا لا. ولو لقيتيها غير كده بلاش تستخدميها عشان السردين مش يطلع معاكي في الاخر مش كويس. وانا قبل ما اخلي السردين انا بغسله الاول، وطبعا زي ما انتوا عارفين السردين من السمك اللي لازم نعامله بالراحه زي البسارية بالظبط. يعني مش ينفع نغسله تحت ميه جاريه عشان مش يقشر مننا ويتهري ويبقى شكله مش لطيف بعد التخليل. فبجيب جنبي طبقين من الميه زي كده، بنحط في طبق كل السردين ونبدا نغسله واحده واحده بالراحه خالص، ونطلعه ونحطه في طبق الميه التاني النضيف لحد ما ينضف معانا، ولو ميه بقت مش نضيفه بنغيرها تاني. وطبعا زي ما احنا عارفين قبل ما بنخلل اي سمك لازم نتأكد انه مفيهوش نقطة مية واحدة، لان المية هي اللي هتخليه يبوظ وما يقعدش فترة طويلة معاك، وكمان هتفضل فيه ريحة زفرة بعد التخليل. عشان كده بعد ما بنغسله بنجيب مصفى ونسيبه يتصفى تمام من اي مية، وكمان نقدر نمسحه كويس من اي مية بمناديل المطبخ. وانا زي ما انتوا شايفين جبت مصفى وحطيت فيها مناديل وحطيت عليها السردين، ممكن نحط عليها مناديل كمان، وبنسيبه من ساعة لساعتين لحد ما نتأكد انه نشف تماما. وده بعد ما نزل ميته، وكمان ممكن نمسحه بمناديل تاني زيادة تأكيد، بس هو كان نشف تماما معايا فمحبتش اعمله تاني بمناديل. 3 معالق كبار ملح ناعم 100 جرام. واحنا بنحط السردين في ملح ناعم عشان السردين يمتصوا اسرع فيتملح اسرع. معلقة كبيرة بابريكا، معلقة صغيرة شطة، معلقة صغيرة كركم، 5 ورقات لورا، وبنقلب كل ده مع بعض. بنجيب العلبة اللي هنخلل فيها السردين، وانا بحط كيس كمان جوه العلبة، لكن ممكن تحط في العلبة على طول. بنحط فيها معلقة من خليط التوابل اللي عملناه وبنوزعها فيها كويس. بعد كده بنحط عليها طبق من السردين، بس الاول بنغطي السردين كويس بالملح زي ما بعمل كده. نص السردين عادي او خلف خلاف راس وديل، كل سمكة عكس التانية. وتقدري تحط السردين في اكياس تلاجة، بس بتحطيها كيسين في بعض، وممكن تحطيها في برطمانات ازاز، بس تتأكدي انها ناشفة تماما ومفيهاش نقطة مية ومتعقمة كويس. وكمان بعد لما بتملي البرطمان بتغطيه بكيس تلاجة عشان نضمن ان مفيهوش اي هواء يدخل السردين، فالمتوفر عندك استخدميه. واخر حاجة بنحطها ورق اللورا وباقي الملح، ونغطي وشها بنص كوباية من الزيت عشان يحافظ عليها. بنقفل الكيس زي ما انتوا شايفين، وبنخرج اي هواء في الكيس عشان نحافظ عليه لأطول وقت ممكن. بعد كده بنغطي العلبة وبنحطها في كيسة سودا كمان. واحنا بنخلي السردين مش بنحطه في التلاجة خالص، بنحطه في المطبخ عادي عشان يتخلل أسرع. مدته على حسب حجم السردين اللي هتعمليه، وكمان على حسب بتعمليه في الصيف ولا في الشتاء. والسردين ما بياخدش وقت في التخليل خالص، يدوب من 5 أيام ل7 أيام، وكل ما سبتيه عدد أيام أكتر بيبقى مالح أكتر. وفي خلال أيام التخليل كل يوم بنقلب الكيس أو العلبة اللي فيها السردين مرة لحد ما نخلص مدة التخليل. وناخد بالنا ان السردين طول ما هو مقفول عليه فهو هيفضل كويس، لكن اول ما بنفتح عليه لازم ندخله في التلاجة عشان نضمن ان هو يفضل كويس لأطول مدة، ولازم نغطيه بالزيت لو هنخليه كله ونسيبه في التلاجة. وده السردين بعد مدة التخليل، وهو طالع لونه جميل زي ما انتوا شايفين، وكمان سواه مظبوط. طريقة حفظه سهلة جدا، تقدري تحفظيه بطريقتين.
الطريقة الأولى إنك تسيبيه في التلاجة عشان يقف تخليله، وده تقدري تحتفظي بيه لمدة أسبوع أو أسبوعين، بس بتغطيه كويس بالزيت. لكن لو عاوزة تحفظيه لمدة أطول بتحطيه في الفريزر وتغطيه كويس بالزيت. الليمون هيغير من طعمه، مش تحطيه غير لما تيجي تاكليه. ودلوقتي هوريكم ازاي بيتنضف بكل سهولة، عشان لو في حد بيتفرج على الفيديو ما يعرفش بيتنضف ازاي. زي ما انتوا شايفين احنا بنقطع الراس ونطلع البطن كلها معاها زي كده، وبتلاقوا انها بتطلع بكل سهولة. وبعدين بنفتح السردينة بكل سهولة ونشيل منها سلسلة الظهر كمان. وكمان لحم السردين بينفصل عن الجلد بكل سهولة برضه، وده يدل ان السردين اتخلل كويس جدا واستوى مظبوط. والسردين دايب زي الزبدة ومظبوط على الاخر. وطبعا نوع السمك اللي انا مستخدماها بيفرق في النتيجة في الاخر، عشان كده قلتلكم اختاروا سمكة طازة وكويسة. وبكده نكون عملنا أسرع وأنضف سردين مملح ممكن تجربوه. 5 أيام وهتاكل أحلى سردين بيتي مضمون ونضيف وموفر عن الجاهز كمان. وزي ما شفتوا اللون طبيعي واللحم دايب، وطريقة الحفظ اللي قلناها هتخليه يعيش معاكي ويفضل زي الفل. هستنى أسئلتكم في التعليقات لو في أي حاجة وقفت معاكم، وقولولي بقى بدأتم تجهيزات شم النسيم ولا لسه. وكمان لو محتاجين طريقة أي نوع تاني من الأسماك المملحة اكتبولي فورا في التعليقات. لو عجبكم الفيديو واستفدتوا منه متنسوش اللايك عشان تدعموني، تشتركوا في القناة عشان نكبر بيكم، وتفعلوا الجرس عشان الوصفات الجاية توصل لكم على طول، وتشاركوا الفيديو لكل اصحابكم وحبايبكم عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. واشوفكم في فيديو جديد سهل وسريع ان شاء الله.